الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، مع وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء، والتي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. وهذه عقيدة السلف، بل هي عقيدة الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام. وقصة أصحاب الأخدود الذين مشطوا وقطعوا وحرقوا في الأخاديد، حرقوا وقطعوا من أجل تمسكهم بالتوحيد لله رب العالمين. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. وهناك من أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من قتلوا من أجل استمساكهم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقتلت سمية رضي الله عنها عندما طعنها أبو جهل بسهم في قبولها، فلقيت ربها أول شهيدة في الإسلام. لماذا؟ لتمسكها بكلمة التوحيد: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. وأحرق المشركون خبابا ابن الأرد رضي الله عنه، أحرقوا ظهره من أجل هذه الكلمة. وجلد بلال بن رباح وضرب بالسياط تحت حرارة الشمس المحرقة. وكان هذا إنما هو لأجل تمسكهم بكلمة التوحيد. والسؤال: ماذا تعني لك كلمة التوحيد كمسلم؟ ماذا تعني كلمة التوحيد للمرأة المسلمة كمسلمة؟ احنا لو أجرينا اليوم اختبارا لمليون مسلم ومسلمة، أعتقد أن الإجابة السديدة لن تتعدى 1%. وسلوا النساء، سلوا ربات البيوت، سلوا الموظفات، سلوا المثقفات من المسلمات، من منهن تقرأ قراءة الآيات التي تؤدي بها الصلاة قراءة جيدة؟ لن تجدوا إلا من رحم ربي. كم من المسلمين من يجيد تلاوة الآيات التي فرضت الشريعة عليه أن يقرأها في صلاة الفرض والفريضة؟ لن تجدوا إلا نسبة محدودة، لن تجدوا إلا نسبة محدودة. وقد انشغل الناس وشغلوا عن هذه الكلمة وعن قدسية هذه الكلمة التي هي باب الجنان، والتي هي لن ننال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا أتينا الله جل في علاه بها يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليها، ونسأله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.